النهارده هحاول احول يوم عادي يوم مثالي. دي تاسكات النهارده. طبعا انا يمكن نصهم ما بعملهمش في اليوم العادي، فعشان كده عايزين نخليه يوم مثالي. يعني اصلي في المسجد. بقالي كتير ما صليتش للاسف في المسجد. ابقى الاذكار، اقرا قران، اذاكر، تمام، وشويه رياضه كده. طبعا هدف فيديو النهارده ان انا اطلعك من حاله الكسل اللي انت فيها دي، واشجعك ان انت تحاول تعمل معايا تاسكات. انت تعمل حاجه دينيه وحاجه دراسيه وحاجه رياضيه برضو، تمام. علشان احنا اكيد في زي كتير حياتهم كلها اخر فتره كسل، انعدام شغف، ما بيعملوش حاجه مفيده او مهمه، داخلين على ميد ترم او امتحانات شهر او شوامل، فعايزين نصحصح الدنيا مع بعض. طيب دلوقتي الساعه 10، معايا حوالي ساعتين ونص على صلاه الظهر. احاول ارسم شويه، اقول اذكار كده، وان شاء الله التاسكات دي تخلص. إذا حسيت أنك فاقد الرغبة أو مثقل من أنك تسوي هذا الشيء اللي أنت تسويه كل يوم، سواء تدرس هذا التخصص أو تشتغل هذه الوظيفة أو عندك هدف تبغى تحاول توصل له، يقول لازم تبحث عن لماذا أنت قاعد تسوي هذا الشيء أو لماذا أنت حاط هذا الهدف. يقول شوف، بمجرد ما يكون عندك سبب حقيقي راح تدفع كثير من الأشخاص وتلهم كثير من الأشخاص أنهم يتبنون فكرتك هذه، وبتصير إنسان جدا ملهم ومستلهم برضو. يعني أنت عندك رغبة أنك تسويها دائما، وراح تلهم ناس كثير أنهم يسوون نفس الشيء اللي أنت تؤمن فيه. فعز ما ايامك كلها شاحبه كده، كلها شبه بعض، حاول تحيي يوم كده حسسك انك عايش. طبعا الحمد لله مبسوط ان انا نزلت اصلي، عشان صراحه كان بقالي فتره كبيره قوي ما نزلتش، وبقالي فتره بلبخ وبعيد عن ربنا عشان كده قلت لازم نعمل فعلا حاجه تفوقنا شويه، بدل ما الايام كلها كده بايظه وحياتي بايظه بقالها فتره. عايزين نحاول نرجع نعمل حاجه تاني. صراحه من الحاجات اللي انا عايز اوصلها من الفيديو ده، ان صدقني مفيش حد على السوشيال ميديا او في اي منصة، يعني مفيش حد عايش حياة مثالية. مفيش حد كل ايامه منتجة بيعمل كل حاجة صح، اي حاجة غلط ما بيعملهاش. الكلام ده مش موجود للاسف. هي يعني كل الناس اللي في السوشيال ميديا هم بيظهروا بس الجانب الكويس، ودي حاجة طبعا كل الناس عارفاها، بس لازم اكد عليها لانها فعلا مهمة وبتفرق. لان انت لما بتشوف الناس التانية انتاجية، بتكسب فلوس، بتتشهر، بيذاكروا، بيركزوا في دراستهم، بينزلوا الجيم، الحاجات دي كلها فعلا انت بتحبط لما بتحس ان انت ما بتعملش كل ده. بتقول يعني طب ازاي الناس دي تعمل كل ده في نفس اليوم مثلا، او ملتزمين بيه لفترة كبيرة وانا مش عارف التزم بيه يوم. يا حبيبي دي الحياة، ده الطبيعي. الطبيعي ان انت اصلا مش كل يوم هتبقى بنفس الانتاجية، نفس الطاقة. مش شرط كل يوم تبقى نايم كويس، مش شرط كل يوم يبقى عندك نفس الطاقة انك تنجز وتعمل اللي عليك كل يوم، فاهم؟ فبس مكملين اهو. العصر قرب جدا، ده اللي وصلت له في الرسمة. هو الإضاءة مش هتبين قوي، يعني مش عارف، شكلها كده مش باينة. اخضر فاخضر بقى لزوم الطاقة الإيجابية. بس بقى في كلمتين كده عايزين نقولهم، كلمتين مهمين بصراحة، وهما إن عادي تقبل فترات وقوعك. مش دايما هتفضل واقف على رجلك، مش دايما هتفضل تنتج وتبقى تمام. في فترات كتير هتلاقي الدنيا ضغط عليك، كل حاجة عليك، الدنيا مش ماشيه معاك زي ما انت عايز، وده طبيعي. اقول لك برضو على حاجه هتحصل عشان ما تتصدمش. بعد ما تعمل اليوم المثالي اللي انا اتفقت معاك عليه ده ان انت هتعمله، اليوم اللي بعديه على طول مش هتلاقي الدنيا ماشيه معاك زي ما انت عايز. يعني صعب قوي، هو مش مستحيل بس صعب قوي تكرر نفس اليوم المثالي ده مره تانية ورا بعض. يعني علشان انت ما تضمنش ظروفك، ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل لك. طاقتك نفسها هتحس ان انت لما تعمل يوم فيه انجازات كتير وحاجات مهمه كتير، اليوم اللي بعديه هتكسل، ده طبيعي. فانا مش طالب منك تاني يوم ان انت تعمل نفس الحاجه، بس طالب منك انك على الاقل تعمل حاجات بسيطه، فاهم؟ بحيث ان انت اليوم ما يخلصش فتحبط كده ان انت ما عملتش اي حاجه. في مغالطه كده عايز الناس تفهمها. الاستمراريه مش معناها انك تكرر اليوم المثالي ده كل يوم. الاستمراريه معناها ان انت في الايام الصعبه، الايام اللي انت مش قادر تعمل حاجه، انت تعمل ولو حاجه بسيطه. المشكله بقى في ايه؟ ان انا عليا ان انا اخلص الرسمه دي ب 100 درجه اسلمها يوم السبت، وعليا ميد ترم ماث بكره الساعه 3 العصر، بكره الجمعه بالمناسبه يعني. فمش عارف ممكن نعمل ايه.
بس ادينا بنحاول اهو، احاول اخلص الرسمه اهو على الاقل اغلبها، واحاول برضو اذاكر شويه ماس لان في امتحان بكره. تمام. وانا بصراحه ما عملتش غير يعني يمكن ربع الشابتر الاولاني، وهو تقريبا شابترين ولا حاجه، فربنا معانا يعني. ويلا بينا، خلينا بقى نروح نكمل وربنا يكرم يعني ونخلص. عدات الضغط ان بروجرس، عملت الصبح 20 ودلوقتي 20، فكده 40، باقي لنا 60. وهكمل رسم اهو، يا رب اخلص بقى عشان اخش في الماث. زي ما قلت لكم عندنا ميد ترم بكره، فربنا يستر. ويلكم باك. صليت العشاء في البيت بصراحه، ووصلت 80 عد الضغط. قعدت اعمل سيرش كده على شويه فيديوهات رياضه، شفت شويه مش عارف ايه، حاولت يعني. مش عارف الميد ترم ده عامل فيه ايه بصراحه. الساعه دلوقتي بقت 10 بالليل، شكلي كده هطبق يعني، ما هي ملهاش حل. طريقة عشان اجيب المقاسات، بحس لو حطيت صباعي كده، ده كده 1 سم خلاص، فانا لو حطيت صباعي كده بقى تمام، يبقى ده كمان 1 سم. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي. دن 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 كده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.